هاي بنوتات، يا رب تكونوا بألف خير ويومكم سعادة يا رب. وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده زي ما شفتوا في العنوان هكلمكم عن أجندة سبيس، البوكس بتاع سبيس للسنة الجديدة. زي ما انتم شايفين ده الشكل اللي انا اخترته اللي هو الفانتازي، جميل جدا جدا. وتعالوا هنشوف برضو تفاصيلها الشيقة جدا اللي هي بتكون موجودة جوه. وطبعا انتوا عارفين ان دي احلى هدية ممكن تجيبوها لأي حد في السنة الجديدة، واحلى هدية انتوا تجيبوها لنفسكم علشان ترتبوا كل حاجة نفسكم فيها وتحاولوا ان انتوا تعملوا خطوات لتحقيق احلامكم وطموحاتكم، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، وثانكس سبيس على الجمال اللي انتوا بتعملوه كل سنه ده، لان فعلا بتبهرونا كل سنه اكتر من اللي قبلها. فيلا بينا نبتدي عشان اوريكم تفاصيلها الكيوت اللي موجوده جواها. ولو اول مره تزوروا قناتي اهلا وسهلا بيكم، ما تنسوش تضغطوا على كلمه اشتراك او سبسكرايب بالاحمر وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. ويلا بينا نبتدي. الشكل اللي انا اخترته اللي هو اسمه فانتسي، عايزه اقول لكم ان هو شكل جميل جدا مميز جدا طالما بنفسجي او موف. انا بعشق الدرجه دي وخصوصا في الاجندات، يعني شكلها بيبقى تحفه جدا. فتعالوا نفتحها مع بعض. هي زي ما انتم شايفين كده، بصوا بتفتح كده بالشكل ده. في الناحيه دي اللي فيها الاجنده، الديلي اجنده، وفي الناحيه دي اللي فيها بقيه الحاجات. فالاول هوريكم الاجنده شكلها عامل ازاي، وبعد كده اوريكم بقيه الحاجات واحده واحده. الاجنده دي اللي هي بتكون كعب مش سلك، وفي عندهم متوفر الشكلين الكعب والسلك. فتعالوا اوريكم بس الاول شكلها عامل ازاي. هطلع بقى من البوكس ده شكلها كده، يا رب يكون باين معاكم. طبعا هي فيها من جوه زي ما انتم شايفين اوراقها ملونه. بصوا الالوان من جوه عامله ازاي، حقيقي جميله جدا جدا. كواليتي الورق طبعا فظيع، ما عليهوش كلام. الورق من جوه ملون، بصوا شكله عامل ازاي، حلو جدا جدا. هوريكم بقى التفاصيل اللي هي مهمه بتكون موجوده في اول الاجنده. طبعا اول حاجه دي المقدمه خالص اللي هي بتحطوا فيها البيانات بتاعتكم اهي. كمان من جوه تبداوا بقى تملوا كل الصفحات دي، كلها صفحات ملونه وجميله، بتملوها بكل البيانات بتاعتكم اللي انتوا عايزين تملوها. وكمان هتلاقوا بقى الموفيز والاماكن اللي انتوا عايزين تروحوها. هتلاقوا كمان الورك اوت اهو، كل التفاصيل. يعني الميزه ان الوانها ملونه ومبهجه بجد. بصوا دول كمان النوتس وكده، هتلاقوا حاجات حلوه كتير جدا ان انتوا تقدروا تملوها وتستفيدوا منها علشان فعلا تستفيدوا من الاجنده صح. يعني محتاجين ان انتوا قبل السنه الجديده تفتحوا الصفحات اللي قدام دي وتملوها بالحاجات اللي هي من السنه اللي فاتت، وتحطوا اهدافكم للسنه الجديده. تخططوا، لازم تخططوا من قبلها بفتره، ما ينفعش تخططي في اول السنه، لا انت خططي من قبلها من دلوقتي. اهو مثلا قدامك شهر ونص، سهل جدا ان انت تخططي وترتبي امورك وتشوفي انت فعلا محتاجه ايه علشان تقدري تنفذيه. بصوا دول كمان اهو، لا بجد مفيده جدا. نيجي بقى للهابتس تراكر اهو، اهي بتاعت السنه كلها. وكمان عندنا بقى البلانر الشهريه اللي هي قبل كل شهر، دي البلانر الشهريه اهي بتاعت جانيوري اهو، كامله اهي. بتخططي كل حاجه للشهر بتاعك قبل اي حاجه. وبعدين طبعا الجولز والدايت والبادجت والشوبينج، كل حاجه بتخططيها قبل الشهر الجديد، وتبداي بقى على الشهر الجديد على طول يوم بيوم. طبعا زي ما انتم شايفين بتبقى جايه الصفحات ملونه بالشكل الجميل ده. بيبقى فيه هنا تحت التودايز جول، الهدف بتاع اليوم، وفي هنا المود بتاعك، وفي هنا اللي هي بتعملي لها الكيو ار ريدر. دي ممكن تطلع لك هدايا، ممكن تطلع لك الحكمه اليوميه، فانت هتتفاجئي بقى كل يوم هتشوفي حاجه جديده. فانا بصراحه دي اكتر حاجه انا بحبها في سبيس، ان هي بتبقى مفاجاه فيها كل يوم سربرايز، ممكن هديه، ممكن مقوله، حاجه مفيده بتبقى جميله جدا. واستنوا هدايا حلوه جدا، هم اعلنوا عن هدايا جميله جدا جدا جدا. طبعا كل شهر بيبدا كده عندكم بيبقى فيه في النص زي كده فري زون اهي. عندكم كمان في الاخر بيبقى فيه نوتس برضو فاضيه بالشكل ده اهي، ورق كده فاضي عشان تكتبوا فيه النوتس اللي انتوا عايزينها. حقيقي جميله جدا. ده غير ان هي بيبقى فيها من جوه من فوق هنا التاريخ الهجري والميلادي، والاحلى ان صفحاتها ملونه. يعني دي اجمل حاجه موجوده فيها، انا حبيتها قوي. ده بالنسبه للاجنده نفسها. نيجي بقى بالنسبه للمكونات الثانيه. طبعا الستيكرز بوكلت اهو، زي ما انتم شايفين قد ايه هو من جوه كيوت اهو بالشكل ده. الستيكرز دي بعشقها، بتدي مود كده وحياه. كمان في التودو ليست اهي بنفس الشكل ده، شكلها من جوه، يا رب يكون باين معاكم. ده شكلها كده. كمان في بقى
الجريتنج كاردز دول بصراحه دي من اكتر الحاجات اللي سبيس بتتميز بيها، اللي هو هابي نيو يير، هابي فالنتاين، هابي نيو يير، هابي فالنتاينز داي، هابي ماذر داي، دول رمضان كريم، عيد فطر سعيد. بص شكلهم يجنن. وبعدين شكلهم على شكل ظرف اللي هو ممكن تحطوا فيهم اي حاجه وتدوها هديه لاي حد، فبصراحه دول يجننوا. انا بعشقهم بصراحه لان فعلا مميزين جدا. كمان في لعبه اللي هي تروث اور دير، فيها كارد وبتختاروهم. بصوا في كده كاردز بتختاروهم وبتجاوبوا على الاسئله، فدي لعبه لذيذه مسليه جدا. كمان في كتاب تلوين، اكتيفيتي بوكس، فيه تلوين اهو، تلوين للكبار، ده ممكن تاخدوه معاكم في الشنطه عادي جدا، تلوين للكبار. وكمان في العاب زي سودوكو و ايه تاني اللي هي الميز والسودوكو، فدي حاجات حلوه ومسليه جدا جدا، يعني بتفرق معايا قوي بصراحه لما بكون مثلا خارجه في مكان لوحدي او كده، بقعد اتسلى عليهم كده وانا قاعده، فلذيذه وحجمها صغير تقدري تاخديها في اي شنطه. وطبعا احنا شنطتنا بما انها صغرت فدي حاجه كويسه جدا. كمان في دي البوك ماركس بس صغننين كتير وصغيرين، حلوين قوي 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 عشان تقدروا تقسموا الاجنده بتاعتكم في يعني كذا واحده كتير جايين مع بعض. وفي كمان الكارد، الجيفت كارد، وفي الكوسترز اللي تحطوا عليهم الشاي الكوفي. واهم حاجه وفي قلم طبعا، سوري، وفي قلم، وفي اللي هي البلانر بتاعت الحيطه، الير بلانر الكواليتي بتاعتها حلوه جدا. عارفين انتوا الورق بتاع المجلات هي جايه بنفس الطريقه دي، فممكن تكتبوا عليه بيبقى لذيذ قوي. ودي حاجه من اهم الحاجات اللي انا هستعملها. عايزه اقول لكم اختي يعني من احسن واحده في الكون بتستعمل الير بلانر، وانا هاخد منها الفكره دي السنه دي، وان شاء الله هستعمل الير بلانر لانها من الحاجات فعلا المهمه جدا، واللي اختي بتستغلها صح جدا جدا، وانا بجد هاخد منها الفكره دي لان هي فعلا بتفيدها وبتستفيد منها جدا. انا هعمل كده. بس دي كده كل المكونات، اتمنى تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها زي ما انا مستمتعه بيها جدا 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 بالشكل ده. اقول لكم حاجه مهمه جدا، طبعا اللي متابعين على الانستجرام عرفوا هي وصلتني امتى وكانوا متحمسين جدا جدا، فاتمنى ان انتوا كمان تكونوا متحمسين ليها بنفس الشكل وبنفس الطريقه دي. وعايزه اقول لكم ان مش بس ده الشكل اللي موجود عليها، انا طبعا اخترت الشكل ده المناسب ليا، انتوا كمان تقدروا تختاروا اشكال كتير قوي، في اشكال حلوه جدا مناسبه. عايزه برضو اوريها لكم علشان تشوفوها كده ورا بعضها عامله ازاي، لانها بجد اشكال حلوه جدا وكيوت برضو، وكل واحد يقدر يختار الحاجه اللي تناسب شخصيته، لان بجد دي حاجه بتقعد معانا السنه كامله، فلازم نكون مختارينها عن اقتناع شديد جدا، ولازم نكون حابين الحاجه اللي احنا بنستعملها. بجد الاشكال كلها حلوه وتفتح النفس جدا جدا جدا. وبس، وبكده يكون خلص الفيديو. اشكركم على المتابعه. هي في اللي هي بكعب زي اللي انا وريتها لكم، وفي كمان اللي هي بسلك، فده برضو تقدروا تختاروا الشكل اللي انتوا حابينه. واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده، وميعادنا ان شاء الله كل اثنين وخميس الساعه 9. بحبكم جدا جدا. اللي مش متابع انستجرامي، ده اسمي على انستجرام باي لميا البرديس، تقدروا تتابعوا عليه كل حاجه وتقدروا تعرفوا الاخبار اول باول واخبار السيل، لان الفتره دي فتره سيل حلوه جدا ولازم تستغلوا الفرصه. بحبكم جدا جدا جدا. باي باي.